مساء الخير عليكم. طبعا مليون مبروك فوز النادي الاهلي على نادي مودرن سبورت 3-1. مبروك علينا 3 نقط. مع اني من وجهة نظري يعني الاهلي ما جاش الشوط التاني خالص خالص، بس حرفيا احنا قدمنا شوية حلويات في الشوط الاول. الواحد مش عارف يتكلم عن ايه ولا ايه، يعني يتكلم عن وش رجل جراديشار او الجون اللي جابه، ولا عظمة امام عاشور. على فكرة يا جماعة بالمناسبة إمام عاشور بقى هداف الدوري، بس للأسف هو لسه ما جابش ربع مستوى مع الزمالك. إن شاء الله نتمنى يجيب ربع مستوى مع الزمالك. أو نتكلم عن كريم الدبيس اللي من وجهة نظري أنا لحد دلوقتي مش عارفة هو إزاي ما كانش بيلعب الفترة اللي فاتت. بجد يا جماعة كريم لعيب حريف ولعيب كويس جدا، إن شاء الله مستنيين منه أكتر وأكتر. عمر الساعي ما شاء الله عليه، أنا شايفاه لعيب كويس جدا، كواليتي عالي قوي. يعني للأسف هو مش محظوظ، الجون اللي جه في العارضة ده لو كان بجد دخل كان هيبقى جون عالمي. مصطفى شوبير طبعا الجون اللي جه هيقلل من فرص شوية، بس أنا هيفضل في نظري إن مصطفى شوبير أحسن حارس مرمى موجود في مصر دلوقتي، أحسن من الشناوي ومن أي حد. مليون مبروك ال3 نقط، وإن شاء الله مستنيين من اللعيبة الكتير، وفي انتظار أشرف بن قلبي لما يلعب إن شاء الله وينور الملعب. مليون مبروك، وإن شاء الله كده كده الدوري في الجزيرة.